السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا النهارده عاملة بسلة، إيه رأيكم في شكل البسلة الجميلة دي؟ باحاول قدر المستطاع إن أنا أنزّل لكم الأكلات اللطيفة اللي أهلنا كانوا معوّديننا عليها، عشان تعوّدوا أولادكم وما يبقاش كل أكلهم fast food. الfast food يا جماعة بجد صعب جدًا. يالّا بينا نشوف هنعمل إيه. معايا تقريبًا كيلو إلا 100 جرام من البسلة الخضرا، ومعايا كمان بصلاية متقطّعة متوسطة، ومعايا كمان جزر، طبعًا الجزر كميته على حسب حضرتِك ما تحبّي، ومعايا صلصة طماطم تقيلة اللي هي الtomato paste، ومعايا كمان طماطم فريش، وإن شاء الله هنشتغل مع بعض. طبعًا البسلة عندي زي الخضرا الفريش بالضبط، لإن المجمد عندنا هنا بصراحة جميل أوي. تمام، معانا هنا بقى حتّة من السمن البلدي، وهننزل كمان بشوية من زيت الزيتون، وأنا مستبدلة شوية الزيت النباتي بزيت الزيتون، يعني بس كده لظروف صحية، وبصراحة هو أفضل بكتير. معانا هنا بقى بصلة متوسطة كده، ومتقطّعة عادي على الإيد مش في الكَبّة، وهنبدأ إن إحنا إيه، نشوّحها في الزيت والسمن بالشكل ده. و وعلى فكرة أي خضار تقدري تعمليه كمان يعني برضه ني في ني عادي جدًا يعني. وبعدين هنيجي هنا بقى الجزر، هنبدأ لمّا بس البصل ياخد لون خفيف كده، هننزل عليه بالجزر ونشوّح معاه بالشكل ده. أول ما نشم ريحة الجزر شوية كده اتشوّحت حلو، هنبدأ ننزل بقى بالبسلة. شوفي شكل البسلة تحفة إزاي، بُصّي المنظر روعة. هي تقريبًا دي 2 pound يعني تقريبًا كيلو إلا 100 جرام بالشكل ده كده، وهنبدأ نشوّحهم مع بعض. وأنا الحقيقة باحب أشوّح الخضار وبعدين أنزل عليه بالصلصة، تمام. هنا بقى هنحط ورقتين من اللورة، وهنحط معلقة من مرقة الدجاج، أو حضرتِك تحطي مرقة خضار ما فيش مشكلة، بتدّي طعم جميل، بس لو مش حابة ممكن تحطي نُص معلقة سكر. آآ عندِك بقى هنا فلفل أسمر، ورشة خفيفة خالص من الكمون. دايمًا باستخدم الكمون في الطبخات بتاعة زمان والطبخ عمومًا، لإن هو ده اللي كان أهلنا بيستخدموه، بصراحة كان بيبقى طابخهم سُكّر. حطينا بقى الملح، وبعدين هنبدأ إننا نقلِّب كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعًا وهنا بقى قبل ما نكمّل كلام، هننزل هنا بقى بمعلقتين كده حلوين من صلصة الطماطم اللي هي التقيلة، ولو حبيتِ تزوّدي بتزوّدي ما فيش مشكلة. أنا باحب أنزل بالخضار وهو كُلّه كده بيبدأ يتسبِّك مع بعضه. وهازوّد دلوقتي كمان شوية لو عندِك شوربة بتزوّدي شوربة، لو ما فيش بتزوّدي شوية من المَيّة عادي، وبعدين بتبدئي تشتغلي. أنا طبعًا سالقة اللحمة، بس أنا ما جِبتش سلق اللحمة علشان إحنا سلقناه في كل مرّة عملت فيها خضار أو طبيخ على القناة، فطبعًا سلق اللحمة كلّكم عارفينه. هاجيب هنا قرن فلفل حامي وأنزل بيه، ولو ما فيش ممكن تنزلي بحتّة فلفل رومي بتدّي ريحة حلوة جدًا مع الصلصة. ولو مش حابة خلاص. هنا بقى كنت سلقت اللحمة already أهو بالشكل ده، وأنا مستخدمة لحمة موزة. أهو شوفي، بُصّي جميلة إزاي، لونها وشكلها وكل حاجة. طبعًا بالمناسبة حابة جدًا، جدًا أشكر كل الناس الحلوة اللي بيقولوا لي كلام حلو في التعليقات وبيدعموني. أنا متشكرة جدًا، جدًا على الsupport اللي أنتم بتعملوه معايا، لإن فعلًا الكلمة الطيبة بجد بتفرق جدًا. وباحس إن في ناس والله أنا سبحان الله بدأت أرتبط بيهم جدًا، يمكن كأنهم أهله وأكتر كمان. يعني وبالمناسبة كمان حابة أشكر مدام نبيلة ومدام كريمة ومدام هايدي ومدام ميرفت، كل الناس الحلوين دول اللي دايمًا، دايمًا باشوفهم معايا في التعليقات أكتر ناس. أنا متشكرة ليكم جدًا، وطبعًا مش عاوزة أنسى حد يعني، متشكرة أوي ليكم. هنا بقى حطينا اللحمة بالشكل ده، وهنبدأ إيه، نخلّيها تاخد غلوة. تعرفي إمتى بقى إن هي بقت تمام واتسبّكت وكل حاجة بقت حلوة؟ لمّا تلاقي المادة الدهنية اللي حضرتِك حطيتيها في الأول بدأت تطلع فوق الوش بالشكل ده، والصلصة أخدت السماكة الحلوة بتاعة التسبيك. بُصّي شوفي الشكل، بُصّي شكل اللحمة والبسلة تحفة. خلاص كده هنقفل عليهم، ويالّا بينا بقى إيه، علشان نغرفهم. طبعًا أنا قدّمتها مع الزيتون اللي إحنا عملنا له الدقة
مع بعض قبل كده على القناة، والفيديو كان تقريبًا يعني من يومين أو 3، وقدّمتها مع رُز حبّة وحبّة، ده اللي العيلة بتحبه عندي. ممكن تقدّميها مع رُز أبيض أو رُز بالشعرية، بجد هيعجبِك أوي. لو عجبتِك الوصفة من فضلِك لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، يعني اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع السلامة.